وبتعمل خلطات للناس وبس، يعني شيخة مش ساحرة. والتمويه ده كان ضروري ليه؟ بالنسبة لنا احنا، لأن المجتمع السعودي مجتمع محافظ جدا وما بيقبلش السحر نهائي. عشان كده كان شغلها لازم يحصل في سرية تامة ومحدش يعرف الحقيقة. المكان بقى الواضح في البيت اللي كانت بتستقبل فيه الناس وتقرأ عليهم قرآن وتديهم خلطات أعشاب، كان عندها كده أوض داخلية مخصوصة للي عندهم طلبات خاصة، زي مثلا التوفيق في الرزق، الإنجاب أو كشف المستور، أو التوفيق في الدراسة والشغل. وكمان للناس اللي عندهم طلبات أخطر زي أذية الناس مثلا، أو التفريق بين الزوجين. والنوع ده من الطلبات كان بيجي لها كتير، لأنها كانت معروفة إن أي سحر تعمله صعب إنه يتفك. وبعد فترة بقى بدأت الشيخة أمينة تزور المحافظات القريبة من القريات اللي هي كانت قاعدة فيها، وتتعلم على ايد ستات متدينة فعلا. لكن كانت بتتعلم ايه؟ كانت بتتعلم طريقة غسل الموتى، ازاي تغسل الميت وازاي تكفنه. راحت وتعلمت الغسل والتكفين، وبعدها رجعت القريات اللي هي عايشة فيها، ونشرت رسالة بين الناس إن أي حد عنده حد متوفي من أهله هي هتتطوع وتغسلها وتكفنها لوجه الله من غير أي مقابل. وفعلا الشيخة أمينة بدأت تغسل النساء المتوفيات في القريات. أي ست تتوفى وأهلها ما عندهمش فلوس، أمينة ما كانتش بتستنى، أمينة كانت بتغسلها وتكفنها لوجه الله وبدون أي مقابل مادي. فقدام عيون الناس كانت طالعة بصورة المرأة الصالحة، المرأة التقية اللي بتساعد الناس وتقرأ قرآن وترقي وتعالج وتغسل وتكفن، وكل ده ببلاش. فبقى الكل يثق فيها، وبقت تعرف أغلب أسرار البيوت. مفيش بيت في منطقتها إلا وكانت تعرف اللي ساكنين فيه بالاسم. كان عندها معلومات كتير جدا، وكانت معاهم في الأحزان والأفراح وكمان الأعياد. ويوم بعد يوم ثقة الناس فيها كانت بتزيد، واحدة تحكي لها وتقول لها مشاكلها مع جوزها، والتانية تقول لها جوزي ضربني. الكل كان مرتاح معاها وبيفضفض لها. وأمينة كانت فاهمة وذكية، أي واحدة تقعد معاها كانت تقيسها الأول. بتقيسها إزاي؟ تقيسها وتشوف مستوى إيمانها. لو شافت الست دي مؤمنة وإيمانها قوي وملهاش في السحر والحاجات دي، تظهر قدامها بشكل الشيخة أمينة اللي بس بتقرأ قرآن وتعمل خلطات أعشاب. لكن لو شافت واحدة تاني إيمانها ضعيف وعايزة تحل مشكلتها بأي طريقة، كانت تاخدها لأوضة من الأوض اللي عندها، الأوض اللي فيها البخور والطقوس والطلاسم